ونبتدي نظبطه. هنستعين بالكيرف اديتور. في كذا مدرسه في الانيميشن، اذا كان 3 دي او 2 دي. الناس اللي اشتغلت 2 دي من زمان متعوده على السبيسنج بتتعمل مانيوال، يعني هو بيشوف المفتاح فين ويبتدي يظبطه بايده، وما بيعتمدش على التكنولوجي في اي حاجه خالص. ودول يعني كتير مش قليلين، ولكن ممتازين جدا وبيطلعوا شغل حلو قوي. في ناس تانية معتمده على التكنولوجي بنسبه 100%، وفي اللي في النص. انا من ضمن الناس اللي في النص، وبعتمد لان انا ابتديت اصلا 2 دي تراديشنال، كنت بحرك على الورق وبعمل السبيسنج بتاعتي على الورق، بعمل الاركس كلها من دماغي، ما فيش اي تكنولوجي عندي. لما اشتغلت 3 دي كان بالنسبه لي التكنولوجي يعني بتحدد شويه الحاجه اللي انا عايزها. انا عايز الموضوع يبقى دقيق اكتر، يبقى بشكل بنسبه 100% بالشكل الفلاني اللي انا عايزه، فما بتدينيش ده. ولكن لقيت برضو حاجات تانية بتقدر تديني اللي انا عايزه، فخلاص بقيت بستخدم ايدي ان انا اعملها مانيوال، وفي نفس الوقت بستخدم التكنولوجي.